يلا بينا نعمل مع بعض بقى 16 قطعة من الجاتو الفاخر خطير يا جماعة. حاجة كده من الآخر بجد. بصوا طعمة مش طبيعية. اللي هيدوقها هيحس ان انتوا جايبينها من بره بجد من كتر حلاوتها وطعمتها وكمان فخامتها. يلا بينا نشوف المقادير. هحتاج 4 كوبايات من الدقيق، معلقتين كبار مليانين من البيكنج باودر، رشه من الملح، كوبايتين من الحليب، كوبايتين كمان من السكر، كوبايه من السمنه او الزيت او ده على ده مش هتفرق، والفانيليا طبعا بتاعتك. المقدار ده يا جماعه بيعمل 16 قطعه. تقدروا ان انتوا تقللوا المقدار للنص زي الفيديو اللي فات، هيعمل لكم من 7 ل 8 قطع بس. تمام كده. فعلى حسب انتي هتعملي مقدار قد ايه. بضيف في الخلاط كل المكونات السائله بتاعتي. حطيت لكم كمان المكونات كلها على الشاشه للناس اللي بتطلب المقادير. هتضربي كويس جدا في الخلاط لحد ما تحسي الخليط كله تجانس مع بعضه. هبتدي بقى الدقيق بتاعي انخله كويس، والخطوه دي مهمه جدا على فكره. ودايما باكد لو تلاحظوا في كل الفيديوز ان انتوا لازم تنخلوا الدقيق كويس قوي. بضيف 4 كوبايات من الدقيق وعليهم معلقتين كبار من البيكنج باودر ورشه صغيره جدا من الملح. واحنا نعمل المره دي فانيليا مش كاكاو زي المره اللي فاتت. تمام كده. هبتدي اضيف المكونات السائله عليه بالشكل ده. هتأكد انه تجانس تماما. في المرحلة دي بسخن الفرن بتاعي في الرف الأوسط على درجة حرارة 180، بتاخد نص ساعة. الصينية بتاعتي مدهونة زيت أو سمنة، بنزل بالخليط بتاعي بالشكل ده بالستيك بتاع الكفتة، بعمل حركات عشوائية دائرية عشان اتأكد ان الكيك يطلع معايا مستوي ونفس الارتفاع، ما تبقاش حتة عالية وحتة نازلة لتحت. تمام كده. في الرف الأوسط زي ما قلت لكم بياخد تقريبا من نص ساعة لساعة الا ربع على حسب طبيعة فرنك. طلعت ريحتها تجنن، خطيرة هشة وخطيرة بجد. هي كيك لوحده كده أصلا يتاكل الأكل. من الحاجات اللي انا بموت فيها فعلا. ببتدي ان انا فتفته بالشكل ده لما يبرد تماما، وكمان هعجنه. تمام. عايزه تعجنيه بالكريمه اوكي، عايزه تعجنيه بالحليب البارد اوكي، المتوفر عندك واللي انتي بتحبي. بصوا الكيكايه كده بتغريني اساسا يعني خطير. بصوا بقى هنخلص الكميه كلها بتاعتنا بنفس الطريقه. تمام. لو لسه موجودة معايا لحد دلوقتي عرفيني على نفسك، قوليلي من أي بلد انتي بتتابعيني. أنا ضفت الحليب بالتدريج لحد ما اداني قوام العجين اللي يقدر يتشكل ويتماسك معايا. تمام. حطيت كيس بلاستيك بالشكل ده من تحت وفردت العجين بتاعي تقريبا مستطيل كده، شكل مش عشوائي يعني، ظبطيه كويس. وبعد كده هتحطي الكريمه بتاعتك. الكريمه عباره عن كوبايه من الكريمه، كريم شانتيه يعني البودر، وعليها كمان كوبايه من الماء المتلجه او الحليب المتلج. وتضربي كويس جدا لحد ما يتقل معاكي القوام بالشكل ده. هلفها كويس جدا بالكيس بالطريقه دي، وفي الفريزر في التلاجة على حسب انتي هتستخدميها امتى وازاي. تمام كده. انا استخدمتها بعد يوم بالظبط. حطيت صينيه وعليها شبكه عشان ما نهدرش طبعا الشوكليت اللي احنا هنعمله. وهبتدي ان انا اغلفها كويس جدا بحمام ميه او في الميكرويف 100 جرام من الشوكولاته. اي شوكولاته انتي بتفضليها، شوكولاته بيضه، شوكولاته دارك، شوكولاته بالحليب اللي انتي عايزاه. تمام كده. حطيت عليها بس معلقه من الزيت بتديها لمعه حلوه جدا زي ما انتم شايفين. ببتدي اغلفها كلها بنفس الطريقه دي. على فكره تقدري السويس رول ما تغلفوش خالص وتقطعيه كده على طول يعني عادي، بيبقى طعمه برضو لطيف جدا. ده اختياري انتي على حسب انتي بتحبي ايه. بخلص الكميه بتاعتي كلها بنفس الطريقه. حطيت كمان كيس من الشوكولاته البيضاء، كيس صغنن كده، وقطعته وابتديت عملت خطوط عشوائيه بالشكل ده، تكون شكلها لطيف جدا. التزيين ده بتاعك انتي. ده الرول التاني اللي احنا عملناه برضو بنفس الطريقه. تقدري بقى تعملي روزيتات اي حاجه انتي بتحبيها. انا عملت الروزيتات هنا بالكريمه اللي احنا عاملينها، وكان عندي كده اللي هو مالتيز، عارفين الشوكولاته مالتيز، حطيت عليها من فوق اللي انتوا بتحبوه والمتوفر عندكم. عملت كمان جزء كمان بالكريز بالشكل ده. جبت بقى الورق بتاع كب كيك فردته وحطيته بالطريقه دي عشان يكون لطيف ويسهل علينا في التقديم. جربوها. باي باي.